يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني في فيديو جديد ويوم جديد. وهي الشمس كتير حامل اليوم عنا وهي البطات. وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض خلطتين للشعر، وحدة وماسك تقشير تاني، والتنتين فيهم المكون الأساسي السدر. ولماسك الشعر بدنا بيضة وزيت زيتون وسدر مطحون ولبن. أنا حاطة معلقتين سدر مطحون ومعلقتين لبن. وهلأ للمقشر بدنا معلقة جوز الهند وأربع معالق سكر ومعلقة كبيرة سدر مطحون وأي زيت عطرة انتو بتحبوه، وأي نوع شامبو للجسم انتو بتفضلوه. أنا هون حاطة الزيت العطرة انه بالورد وشامبو الجسم بالورد، أنا بحب هاي الريحة. انتو حرين بتنقوا الريحة اللي بتحبوها وبتفضلوها. وزيت جوز الهند. وهلأ رح نبدأ بماسك الصدر اللي هو ماسك للشعر. حطينا هون البيضة، الصدر كتير منيح، وهون معلقتين صدر مطحونين. أنا بجيبه ورق وبطحن وهيك أفضل، لأنه في أحيانا بيجي البودرة ما زابطة. ومعلقتين لبن، ورح نحط معلقة زيت زيتون لأنه الصدر كتير بنشف الشعر، فلما رح نحط معاه البيض والزيت رح يعطي رطوبة للشعر وما يخليه ينشف. الصدر كتير مفيد وبغذي الشعر، بس مشكلته الوحيدة إنه بنشف، لهيك حاولوا تحطوا معاه إنه شغلات بتعطي رطوبة. أنا حطيت هون اللبن وزيت الزيتون والبيضة، ورح نخلطهم منيح حتى تتجانس المكونات مع بعضها. هذا المسك كتير منيح، بيوقف التساقط. فيكن تحطوه ساعة قبل الحمام، تخلوه بتلفوه بكيس نايلو حتى يحتبس الحرارة وتستفيد من فروة الشعر والشعر من المكونات. وبعد ساعة بتحمموه. الصدر كتير كتير منيح للجسم وللشعر. وآخر شي حطيت معلقة صغيرة زيت جوز الهند مشان تعطي طراوة أكتر ولمعة للشعر. الزيت انتو بتحبوا تضيفوا زيت لوز، بتحبوا تضيفوا زيت جوز الهند، انتو حرين، بس زيت جوز الهند كتير مفيد للشعر. والسدر بيعتبر يعني كامل علاج كامل متكامل للشعر. إله فوائد كتير كتير لوقف التساقط، لإنبات البيبي هير. وهلأ رح نبدأ بماسك التقشير. معانا 4 معالق سكر، وهي معلقة جوز الهند، ومعلقة سدر مطحون، ومعلقتين زيت جوز الهند. دابوا عندي من الجو طبعا لأنه الجو كتير حامي. وهلأ حطينا هون معلقة من شامبو الجسم، وهي المعلقة التانية. الشامبو اللي انتو بتفضلوه، اي نوع بتفضلوه شامبو جسم حطوه. ورح نمزجهم مع بعض. هذا الماسك ماسك التقشير كتير كتير مفيد، بيقشر الطبقة الميتة. وانا هون حطيت 6 نقط من الزيت العطرة، زيت الورد. فيكن تحطوا اي نوع زيت بتحبوه، زيت عطرة. وعم امزجهم. هذا الماسك كتير منيح، بيقشر الطبقة الميتة من الجلد اذا في تصبغات. ماسك كتير قوي قوي كتير، وبيعطي نعومة للجلد، وبيخلصكن من جلد الوزة. وهون هيك عم نجرب ماسك الشعر. بتدهنوه وبتدلكوا فروة الراس فيه منيح كتير، وبعدين بتلفوه. وهذا المقشر للجسم، بتدهنوه بتفركوه بشكل دائري منيح كتير لمدة دقيقتين 3 لحتى تاخدوا أحسن نتيجة. وبتخلوه لينشف وبعدين بتغسلوه. وبعد ما تغسلوه بتحطوا أي مرطب، وهيك النتيجة كتير بيعطي نعومة وبشيل الجلد الميت. وهذا كان فيديو اليوم. لا تنسوا اللايك والمتابعة، وإن شاء الله تكونوا حبيتوه للوصفات واستفدتوا منهم، وبشوفكن في فيديو جديد.